بالفوز. فرحة كبيرة لأنه ما كانوش يتصوروا أنهم ينتصروا في الماتش هذاك بالذات. 93 دقيقة لعب الكرة 0-0، تجي كرة طويلة، جيان اللي رجع لعب الماتش نتاعو الأولاني كان مريض يسجل هدف في وقت اللي المنتخب الجزائري كان مسيطر على معظم اللقاء وكان قريب للانتصار ولعب ماتش خير من تاع ماتش جنوب افريقيا، ولكن الحظ ما كانش معاه بصراحه، كل الملاعبيه اداوا ما عليهم ولكن الحظ ما كانش معاهم، والشونس نتاع الجزائريه مازالت موجوده راهو، لانه لعب ماتش كبير الله غالب ما جاش الحظ معاه على مستوى الهجوم وقله التركيز في الدفاع، الماتش يخرج 0-0 تعادل يخرجوا غانا فرحانين، فبالتالي نقولوا هذاك علاش رياكسيون كبيره كانت بالنسبه لغانا وفرحه غانا. الراقد نقولوا له لا، راهو الجزيريه اشقانا واخواتنا والجزيريه اقدر انهم يترشحوا، وانا كتونسي نحب الجزائر تترشح للنهائي ونلعبوا معها النهائي باش نفرحوا الاثنين، هو مع افول لانه يعني زميله افول، ولكن نقول له راهو غانا مدرب نتاعها افرام جراند من الكيان الصهيوني، منزع في كاس العالم هز ضرابه الكيان الصهيوني، وبالتالي نقولوا احنا رانا مع الجزيريه لانه احنا والجزيريه اليد في اليد شعب واحد واخوات ونحبوا بعضنا في السراء والضراء، فبالتالي الراقد ربما ما يقصدش شيء هذا الكل اللي قاله، ولكن بعد الى ريكتيفيي بعد وي يلزموا الى ريكتيفيي امل تفاعلات خرجي انت اللي فيه.